مكان غامض ابتلع آلاف السفن وشاهد أعنف العواصف وأغرب الظواهر. المحيط الأطلسي مش مجرد مسطح مائي، ده بحر الأسرار اللي خبى في أعماقه حكايات عن الكائنات العجيبة، وكمان الرحلات الخطيرة وحتى الأساطير اللي لحد النهاردة محدش قدر يفسرها. أهلا بيكم، أنا محمد عاطف ودي قناة حقائق علمية، المكان اللي بنكتشف فيه مع بعض أغرب الحكايات وأعمق الأسرار. لو بتحبوا الغموض والمغامرات ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس، ويلا نغوص سوا في عالم المحيط الأطلسي. تخيل إنك واقف على شط بحر ملوش نهاية، قدامك مية زرقاء غامقة والأفق هناك بعيد، مفيش حدود مفيش نهاية، بس اللي تحت السطح ده عالم تاني خالص. المحيط الأطلسي مش مجرد بحر، ده واحد من أقدم وأكبر المحيطات على الكوكب، بيغطي حوالي 20% من سطح الأرض، ومساحته ضخمة لدرجة إنه ممكن يشيل فيه كل قارات العالم ويرجع مساحة فاضية كمان. لكن السؤال الحقيقي إيه اللي بيستخبى في الأعماق دي؟ تعال نغوص مع بعض جوه الزمن والمية ونشوف المجهول اللي محدش يعرف عنه كل حاجة. زمان جدا من 200 مليون سنة ما كانش المحيط الأطلسي موجود أصلا، كانت قارة ضخمة اسمها بنجايا، وبعد ما القارات بدأت تتفكك المية بدأت تملأ الفراغات اللي بينهم، وبدأ المحيط يتكون ببطء، ومع مرور الزمن بقى هو المعبر الرئيسي ما بين العالم القديم والجديد. المحيط الأطلسي كان دايما طريق المغامرين والمستكشفين. كريستوفر كولومبوس في القرن ال15 بدأ رحلته ووصل للعالم الجديد، بس هو ما كانش الأول، الفايكنج سبقوه بمئات السنين. ليف إريكسون وصل لأمريكا الشمالية قبل كولومبوس بحوالي 500 سنة، لكن العالم نسي قصته لفترة طويلة. وفي القرن العشرين كانت في رحلة غيرت التاريخ، التايتانيك، السفينة العملاقة اللي غرقت سنة 1912 بعد ما اصطدمت بجبل جليدي في وسط المحيط الأطلسي. المحيط ده مش بس تاريخ وكوارث، ده كمان عالم غريب تحت سطح المية، في كائنات محدش كان يتخيل إنها موجودة في الأعماق اللي ما فيهاش شمس. في مكان اسمه خندق بورتو ريكو، أعمق نقطة في المحيط الأطلسي، بتوصل لأكتر من 8.4 كيلومتر تحت سطح البحر. هناك بيعيش كائنات محدش شافها إلا بالكاميرات تحت المية، زي سمكة الشيطان، دي سمكة مرعبة بجسم اسود وفم مليان اسنان حادة، وبتستخدم اضاءة حيوية في جسمها علشان تجذب الفرايس. وكمان الحبار العملاق بيكبر لأكتر من 14 متر وبيقدر يقتل الفرايس بتاعته باستخدام مخالب قوية جدا. وكمان القرش جرينلاند، أقدم كائن بحري بيعيش لأكتر من 400 سنة، يعني ممكن يكون في قروش مولودة قبل قيام الدولة العثمانية ولسه عايشة. وكمان كائنات شفافة بالكامل زي سمكة الشبح اللي جسمها شفاف تماما وبتعيش في أعمق الأماكن في المحيط. لكن الأغرب في تقارير عن كائنات ضخمة بتظهر فجأة وبتختفي بسرعة، زي الميجالدون، القرش العملاق اللي العلماء بيقولوا إنه انقرض من ملايين السنين. لكن هل فعلا انقرض؟ المحيط ده مش بس عادي، ده واحد من أكتر الأماكن اللي فيها ألغاز مرعبة. عندك مثلا مثلث برمودا، المنطقة اللي اختفت فيها طيارات وسفن بدون أي تفسير. في سنة 1945 5 طيارات أمريكية خرجت في تدريب عادي فوق مثلث برمودا واختفوا كلهم بدون أي أثر، حتى الطيارة اللي بعتوها تدور عليهم اختفت هي كمان. وفي كمان مدينة أطلانتس، الحضارة الأسطورية اللي أفلاطون اتكلم عنها وقال إنها كانت مدينة متقدمة جدا، لكن في يوم واحد غرق كل شيء واختفت المدينة بالكامل تحت مية المحيط الأطلسي. بعض العلماء بيقولوا إن في خرائط قديمة بتشير لمكان غريب تحت المية، لكن محدش عارف الحقيقة. وفي حاجة أغرب، العلماء اكتشفوا حلقات حجرية ضخمة تحت سطح المحيط معمولة بطريقة مش ممكن تكون من الطبيعة. هل دي بقايا أطلانتس؟ المحيط الأطلسي مش بس مكان للغموض، ده مكان شاهد كوارث ضخمة زي غرق السفينة لوسيتانيا سنة 1915 بعد ما ضربها توربيد ألماني. الحادثة ديتي كانت سبب في إن أمريكا دخلت الحرب العالمية الأولى. وكمان تسونامي المحيط الأطلسي سنة 1755 بعد زلزال ضخم في البرتغال قتل أكتر من 100,000 شخص. وكمان الرحلة 447 للخطوط الفرنسية سنة 2009، الطيارة اللي اختفت فجأة وسقطت في المحيط بدون أي إنذار، والعلماء محتارين لحد النهاردة إزاي ده حصل. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا النهاردة. المحيط الأطلسي هيفضل واحد من أكتر الأماكن الغامضة والمليانة أسرار، لكن السؤال اللي بيفضل بدون إجابة، هل في يوم من الأيام هنكتشف كل اللي مستخبي تحت سطح المية، ولا هيفضل الأطلسي محتفظ بغموضه للأبد؟ قولولي رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم في الفيديو الجاي.